عمرك حسيت إن في شخص دايما ضدك بيستفزك وبيحاول يقلل منك؟ الفيديو ده هيعلمك إزاي تخليه يحسب لك حساب من غير خناق ولا مشاكل. ولو عايز تبقى أقوى نفسيا اعمل لايك واشترك في قناة كملها. 1. افهم هو ليه ضدك. مش كل عداوة ليها سبب حقيقي. في ناس بتكره لأنها غيورة أو لأنها شايفة فيك حاجة نفسها فيها. 2. خليك قريب بس مش مكشوف. تابعه، افهم طريقته بس ما تكشفش أوراقك. 3. الثقة بتخوف. أقوى سلاح عندك إنك تبقى هادي وواثق. اللي بيتكلم بعصبية دايما أضعف من اللي ساكت ومسيطر. 4. تجاهل باحتراف. لا تسيبه يستفزك، عامله كأنه شخص عادي جدا، ده أكتر حاجة بتقهره. 5. خلي حواليك ناس صح. وجودك وسط ناس محترمين بيديك قوة وبيخلي أي حد يفكر 1000 مرة قبل ما يقرب منك. 6. اشتغل على نفسك. تفوقك ونجاحك هو أكبر ضربة ليه. مفيش حاجة تخوف أكتر من شخص بيكبر كل يوم. القوة الحقيقية مش في الصوت العالي، القوة في إنك تبقى مسيطر على نفسك وواثق ومكمل طريقك. ولو الفيديو ده فادك اعمل لايك واشترك في قناة كملها، وافتكر دايما الهدوء قوة.